وانا بجهز هذا الفيديو كنت مفكره انه خيالي، بس لما دققت فيه لقيته زي حياتنا وحياه ناس كتير في غزه. اذا عجبك الفيديو حط لايك واشترك بالقناه وادعوا بتعليقات لاهل غزه لانهم بيعيشوا هذه الحياه على الواقع. انا اليوم قررت اعمل اغرب تجربه بحياتي، راح اعيش 24 ساعه كامله كاني بنت من القرن الثامن عشر، يعني لا موبايل ولا كهرباء ولا انترنت ولا حتى واي فاي، بس ادوات بدائيه مثل النار وشمع. حضرت شويه اغراض، شموع وموقد فحم ودفتر وقلم حبر ولبس شبه تقليدي، وقررت التزم بهاي القوانين: ممنوع اي جهاز حديث، الاكل لازم اعمله على النار، ما فيش اضاءه غير الشمعة، التواصل كان فقط بالكتابه، وانام من غير كهرباء زي اجدادنا تماما. صحيت الصبح على صوت العصافير، ما في منبه وما في حتى قهوه سريعه، افطوري كان بسيط: خبز وزيت وزعتر بدون غاز بس على صاج حديد. كتبت اول صفحه بدفتري بالقلم والريشه، وإيش مش طبيعي كيف كنا نكتب زمان. والمفاجاه ما قدرت ارد على اي حدا، كنت حاسه الدنيا واقفه. تخيل لما حاولت اغسل صحون بدون مي سخنه، ولما حاولت اطبخ شوربه على الفحم استغرق مني ساعه ونص. بس الاسوء كان الليل ظلمه ومخيف بشكل ما تتخيلوه، كل صوت صغير كنت افكر انه جني، وكنت دائما امد ايدي على جبتي ادور على الجوال وانصدم اني مش شايلته. خلص اليوم صراحه كانت تجربه مجنونه وغريبه بس حقيقيه. اكثر شيء تعلمته انه اجدادنا كانوا اقوى منا بكثير، واحنا تعودنا على الراحه اكثر من اللازم. بس لو تسالوني اعيش هيك كل يوم مستحيل. اذا عجبك الفيديو حط لايك واشترك بالقناه وادعوا بالتعليقات لاهل غزه لانهم بيعيشوا هذه الحياه على الواقع، واكتبوا لي ايش بتكون قصص ثانيه.